أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. لم يكن لنا مشكلة مع النظام على النظام نفسه ولا على نوعية النظام. وأيضا الأخوة في السلطة متفهمين لوضع البلد ولديهم رغبة في حقيقية في استتباب الأمن، والسلطة أيضا هي فاهمة لهذه المسألة ومتعقلة، وإحنا ما بنعتبر أنفسنا إلا مواطنين، والسلطة اليمنية هي سلطة اليمن، وكلنا في الحزب الحاكم مواطنون أولا وقبل كل شيء، ونحن على وفاق مع الناس جميعا في البلاد سواء مع السلطة أو مع غير السلطة. وحتى على الرئيس ما زاحمناه في سلطته. نحن أصحاب مشروع سياسي. مشكلتنا مع النظام، مشكلتنا مع السلطة. بعد انقلاب 62 على حكم الإمام، على حكم الملكية، ما هو إمام، ما كانوا ملوك، قلبوا نظام الحكم الملكي وأرادوا أن يغيروه الجمهور. أخي حسين ادعى النبوة، أنكر السنة المحمدية. أخي حسين ادعى النبوة، ادعى أنه أمير المؤمنين. الرئيس قال أنه دعا حسين أكثر من مرة للتفاهم، إلا أنه كان يعاند ويرفض. لا، لم يرفض، ولكنه قال عند الإمكان، لأنه قد ظهر له أن الرئيس حريصا على إبعاده، لأن الرئيس قد خاف أن يأخذ عليه منه. تصريح لمصدر أمني حول أحداث مديرية حيدان بصعدة. 5. إنزال علم الجمهورية اليمنية من المباني والمنازل ورفع أعلام أخرى للجهات الخارجية. بخصوص استفساركم إزاء توجيهاتنا في اليمن وطلبكم الإيضاح عن الغموض التي تفسرها الرسالة السابقة المرسلة من قبلنا إلى سماحة المرجعية العظمى سماحة السيد علي السيستاني، ونحن في اليمن نرى في هذه الملاحظات عقبة كؤود في طريق نجاح الحركة في اليمن التي تهتدي بنهج إمام الأمة وقائد الثورة الإسلامية الإمام القائد والموجه السيد روح الله آية الله الخميني قدس الله سره، وجعلنا من خدمه من اليوم إلى يوم الدين. وبما أنك صهر وابن شقيقته سماحة المرجعية، نحب أن تكونوا على معرفة بالأوضاع والأحوال الحالية والمستقبلية القريبة في اليمن. الجهوزية أن الحركة في اليمن لديها من الأفراد المقاتلين، ومنهم من تم تدريبه وتعليمه في معسكرات الحرس الثوري، والبعض الآخر من هؤلاء الأفراد خضعوا للتدريبات والتربية العقدية التي قام بها حسين تجاههم. القدرة لا نبالغ لكم إذ قلنا أن لدينا القوة التي توازي قوة النظام الحاكم العميل، فليس لدينا قوة هذا النظام الكافر، لكن لدينا القدرة على هزيمته. فالحركة نجحت نجاحا باهرا في إذكاء الانقسام بضربها على وتر حساس يتعلق بالخلافة والقول بالفرق بين الخلافة والإمامة،
وهذا ساعدنا في كسر الحاجز النفسي وسمح لنا بالمجاهرة بأن عودة الإمامة لحكم اليمن هي الأصلح والأنفع للشعب اليمني، بأن عودة الإمامة لحكم اليمن هي الأصلح والأنفع للشعب اليمني. أن نستمر في المواجهة ولو كانت عشرات السنين، ولو كانت مئات الأيام، ولو كانت آلاف الساعات. الخطوة الأخرى هي السيطرة على بقية البلاد، فمثلما هو البر مهم لنا البحر مهم لنا أيضا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء المتمردين في طعطة الخارجين عن النظام لا أفهم ولا استلمت لهم طلب على الإطلاق إلا شتائم وكلام ومش عارف إيه وشعار الموت لأمريكا والإسرائيل. الموت لأمريكا والإسرائيل فين؟ في مران والرزامات؟ كلام. تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن بعد 46 سنة؟ هذا مستحيل. والدماء هذا النهر من الدماء ذي قدمناه لمن؟ والشهداء ذي سقطوا في حجة من شان ايش؟ والذي ذبحوا في تعز من شان ايش؟ من شان ان نعيدها كمان مرة ثانية؟ اقول الحوار هو المرتكز، ومن حق اي مواطن بغض النظر عن توجهات السياسية، بغض النظر من هو وكيف هو، الوطن ملك للجميع. نتحاور ونحتكم إلى صناديق الاقتراع ونحتكم إلى الديمقراطية، وخذها اطلع على رئاسة الدولة، اطلع على أي مركز، على البرلمان، على السلطة المحلية، من خلال صناديق الاقتراع مش من خلال العنف. نحن نرفض العنف ونرفض العنف وسنقاوم العنف بعنف.